محمد شوقي استخدم حيله قديمه عشان يعرف يقفل على مفاتيح لعب الاهلي زي ما استخدمتها قبل كده كوتيفوار قدام البرتغال في كاس العالم 2010، والحيله دي بتخليه 11 لعيب قدام 9 لعيبه بس من النادي الاهلي. والفكره هي ان اخر لعيب من زد ما بيضغطش على الاثنين مساكين بتوع الاهلي تماما، بيبقى مكلف ان هو يضغط من اول اللعيب رقم 6 بتاع النادي الاهلي اللي هو مروان عطيه. يعني عندك مثلا في الكوره دي عايزك تسيب الكوره خالص وتركز على اخر لعيب من زد ماسك مين، ماسك مروان عطيه وسايب هادي رياض وياسر ابراهيم يلعبوا براحتهم خالص. ودي كانت نتيجه ان ياسر ابراهيم بيطلع بالكره لوحده. وهنا كلاكيت تاني مره المهاجم بتاع زد سايب الاثنين مساكين بتوع الاهلي وبيضغط على مروان عطيه، وهنا هادي رياض قرر ان هو يتصرف لوحده ويعمل الكره الطويله، لكن طلعت بالشكل ده لدرجه ان المدافع بتاع زد ريحها بصدره لعلي لطفي. وهنا برضو نفس الكلام، المهاجم بتاع زد سايب ياسر ابراهيم يلعب براحته خالص، اما كل تركيزه مع مروان عطيه عشان يقفل عليه زوايا التمرير، فيقرر ياسر ابراهيم انه يعمل تطوير للهجمه لوحده وتطلع برده الكره بنفس الشكل ده. وهنا برده نفس الكلام، خلي عينك على المهاجم بتاع زد، شوف ماسك مين، ماسك مروان عطيه. ولما قرر ياسر ابراهيم ان هو ينقل على الطرف ويلعب لمحمد هاني، محمد هاني حب يعمل الجمله اللي دايما بيحب يعملها يسترب، ان هو يسحب الوينج وياخد معاه المدافع اللي معاه ويخلي بن رمضان يجري في ظهره. ولكن المره دي خطه محمد شوقي كسبت، لان بن رمضان كان ممسوك بلعيب، وحتى اللعيب ده لما اتعامل معاه فاول كان في لعيب تاني في ظهره يلم الكوره، وهي دي الخطه اللي كان بيلعب عليها محمد شوقي. حتى لو لعيب غلط ففي لعيب تاني في ظهره مأمن، لان انا بلعب بزياده عدديه، لان انا ما بضغطش على الاثنين مساكين، فانا زايد طول الماتش باثنين لعيبه.